فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. شكرا. شكرا لكل من جاء اليوم ليساهم في الدفاع عن حرية التعبير والحق في الاختلاف، مؤكدا عبر حضوره أن الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات، دولة الحقوق والحريات، هي الفكرة السامية التي تتجمع حولها غالبية التونسيات والتونسيين. وهنا تتمحور جمعية العمل المدني بقليبيا الهادفة إلى تحسيس المواطن بواجباته إزاء مجتمعه ومحيطه ووطنه، والنهوض بمستوى وعيه بحقوقه السياسية والاجتماعية، إلى ترسيخ عقلية التفاعل الإيجابي مع الرأي المخالف، إلى رصد ما يتنافى والسلوك المدني والعمل على معالجته، إلى إرساء ثقافة وطنية ترتقي بالذوق العام. ومنذ تأسيسها في جوان 2011 قامت بعديد الندوات والأنشطة الميدانية ساهمت من خلالها في خلق ديناميكية جديدة في مدينة قليبيا، أرض الإبداع والحرية والتسامح. ويشرفني الآن دعوة أعضاء الهيئة المديرة لجمعية العمل المدني، وعلى رأسهم ابتسام جار رئيس الجمعية، وليد الجليل الكاتب العام، نجيب الدكتورة علي اللام، فليتفضلوا.